بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بحضراتكم في موضوع جديد من برنامج القيادة الآمنة. موضوعنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن السرعة الجنونية. السرعة الجنونية يعني أو السرعة الزائدة، يعني قائد السيارة بيستقل المركبة بتاعته، بيمشي في الطريق العام، بيمشي بسرعة أكبر من السرعة المحددة قانونا. طبعا بيعرض حياة المواطنين وتعريض أمن سلامة الطريق للخطر. فيعتبر السرعة الجنونية أو السرعة الزائدة ده بيعتبر نوع من السلوك الخاطئ، السلوك الشخصي الخاطئ، متهور، مندفع، سلوك شاذ، غير الطبيعي لفئة أو لفئة طائشة أو بعض قائد السيارات الغير المسؤولين أو غير ملتزمين، بيستخدموا المركبة بطريقة خاطئة. إزاي؟ إنه بيمشوا بيها بسرعة أزيد من الحد المقرر قانونا. طبعا كل ده بينتج عنه إيه؟ قيادة بصورة غير آمنة، مضاعفة خطر وقوع الحوادث، تعريض سلامة الطريق للخطر، عدم المحافظة على السلامة المرورية، آه، تعريض حياة الركاب للخطر. منظمة الأمم المتحدة طبعا الإحصاءات الخاصة بها بتقول إن سنويا نتيجة جراء تصادمات السيارات بيلقي حوالي مليون و300 شخص، معظمهم الشباب، مصرعهم وحتفهم. المليون و300 شخص دول تلت بتاعهم، تلت الوفيات ضحايا عدم الالتزام بالسرعة القانونية. طيب، السرعة الزائدة دي ظاهرة عالمية مش وليست محلية، مش مقتصرة على بعض الدول بس، لا دي ظاهرة عالمية لجميع الدول. برضه الإحصائيات بتقول إن أكثر من 40% من السيارات في معظم الدول بتسير على معظم الطرق بسرعة تتجاوز الحد الأقصى. في ألمانيا تعتبر مدينة هامبورغ أكبر مدينة بيسير فيها المركبات بسرعة زائدة، عشان كده بيسموها عاصمة السرعة المفرطة للسيارات. ونتيجة الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة دي بتكلف الدولة من 3 ل 5% تكلفة مادية من الناتج الإجمالي المحلي. طب الخسارة دي بتيجي منين؟ نتيجة المصادمات، بيحصل إصلاح تلفيات السيارة، علاج المصابين، تكاليف المستشفيات، علاج تصليح الطريق العام. خسارة نتيجة برضو إن المصابين أو الوفيات ناتجين عن الحوادث دي مش بيروحوا الشغل بتاعهم، بالتالي العمل بتاعهم بيتأثر. طب إيه أسباب السرعة الزايدة؟ ليه قائد المركبات بيحبوا يسيروا بالمركبة بتاعتهم بسرعة زايدة؟ ليه؟ في كذا سبب. أول حاجة نشوف كده في ثقة عمياء. في قائد سيارة مركبة بقاله مدة سنين بيسوق العربية بتاعته، وخلاص عنده ثقة وعنده أمان، مفيش خوف من السيارة ولا من الطريق، عنده ثقة وأمان إن هو مش هيتعرض لحادثة، حاجة داخلية بداخله. بس طبعا الكلام ده غلط. في برضه معرفة السائق للطريق. واحد متعود على رحلة يوميا مثلا من بيته للعمل بتاعه، مكان العمل، خلاص حافظ الطريق وعارف فين الزحمة، فين وفين نقط اختناقات، وفين المطبات، فين أماكن عبور المشاة، فين الإشارات المرورية. خلاص حصل ألفة بينه وبين الطريق وحافظه عن ظهر قلب. فخلاص برضه راحت منه حتة إن إيه، إن ممكن يبقى في إصابات أو يعمل حادثة. دي ضيق الوقت. في ناس برضو بتنزل بالذات مكان عملها قبل العمل، مكان ميعاد العمل بوقت مش غير كافي، وقت ضيق، بيضطر يجري في الطريق عشان يلحق العمل بتاعه، فبيضطر يجري يعوض الايه الوقت ده. فليه المشكله ما ننزل بدري شويه عشان ما نجريش في الطريق العام؟ ضعف الوعي المروري برضو من اسباب السرعه الزائده، ان ما عندناش الثقافه المروريه اللازمه، ما عندناش فكره عن القياده الامنه، ما بنشوفش برامج تثقيفيه او ارشاديه مروريه، ما بنشوفش فيديوهات عن الحوادث وتحليلها واثار الناتجه عنها. فكل ده برضو مش بيخلينا بعيد عن موضوع إن ما نفكرش في ان في يحصل حادثه وممكن نتعور، ان احنا ممكن نبقى في المكان ده. من اسباب السرعه برضو اللي بيسوق العربيه وواقع تحت تاثير المخدرات والكحول. اللي سايق تحت تاثير المخدرات والكحول ده بيبقى في غياب تام عن وعيه، ما عندوش قدرة على التركيز، ما عندوش قدرة على التفكير، ما عرفش تاخد قرارات صح، عنده هلاوس بصرية، بيشوف حاجات أو ما بيقدرش مسافة قدام منه صح. فبالتالي هو مش عارف هو ماشي على سرعة كام، مش حاسس بالدنيا. اللي بيتكلم في التليفون محمول أثناء القيادة أو بيكلم اللي جنبه برضه مش مركز السرعة، ومش عارف هو ماشي على سرعة كام، أو هل هو سايب مسافة كافية بينه وبين السيارة اللي أمامه ولا لأ.
الاثاره والمتعه. ده طبعا في الشباب السن الصغير حوالي 19 20 سنه، عربيات جديده، شباب صغير سنهم صغير حكم النشأة بتاعتهم او السن التكوين بتاعهم، بيحس ان هو لما يجري بالعربيه ان هو كده خلاص ملك الدنيا، ان هو كده اشبع غرائزه. طبعا لا، غلط طبعا. تيجي الشباب برضه قلنا السن الصغير اللي هو حوالي من 20 ل 30 سنه ده، برضه شباب غير مسؤول، شباب عربيات حديثه وطرق جديده وواسعه، وما عندوش اي مسؤوليه. ده في ناس بتخش سباق مع بعضها في الطريق، يعني في مجموعه من الشباب يقول لك تعالى نتسابقوا، يعملوا سباق على الطريق. طبعا كل ده غلط بحكم سنهم، طبعا غلط ان العمل ده كل ده بيؤدي الى حوادث مروريه. طب ايه اضرار السرعه الزياده؟ يعني ايه المخاطر اللي بتنتج عن السير بالسرعه الزائده؟ اول حاجه فقدان السيطره على المركبه. لو العربيه ماشيه بسرعه عاليه، انا ما ببقاش عارف اوديها يمين او الشمال، العربيه مش عارف اتحكم فيها. اتنين، المفروض ان انا بمشي على الطريق العام مسافه بيني وبين العربيه اللي قدام مني حوالي 3 4 متر. انا طبعا لما بجري المسافات دي بتتلاشى، فبالتالي عرضه للحوادث المروريه تقع بسرعه اكبر. تالت حاجه، لو انا ماشي بعربيتي بالراحه وحتى خبطت في عربيه، هيبقى عشان ماشي بالراحه هتبقى الاصابه او التلفيات او شده التصادم هتبقى خفيفه. لما انا بجري وحصلت تصادم، هعمل شده التصادم جامده، الاصابات النتيجه هتبقى شديده، الخسائر فادحه. ايه تاني من الاضرار؟ ايه تاني؟ ان انا بعرض جميع الركاب اللي معايا في العربيه، وانا حياتي والاشخاص متواجدين على الطريق الى الخطر، وبالتالي ما بحافظش على السلامه المروريه. برضه ارتفاع معدل استهلاك الوقود. العربيه وهي ماشيه على السرعه العاديه بتاعتها، موتور بيلف مثلا بيستهلك نسبه وقود معتدله، وعشان الموتور بلفاته بيبقى حوالي من 2000 ل 2000 ونص لفه في الدقيقه. لما انا بزود السرعه، الموتور بيزود سرعته وجهده، بالتالي بيلف في الدقيقه من حوالي من 300 من 3000 ل 4000 لفه، بيستهلك وقود اكتر. طيب برضه بيستهلك اجزاء السياره، موتور ما بيبذل جهد اسرع اكتر عشان السرعه بتاعته، بيستهلك بقى الزيوت، الفلاتر، كاوتش، المساعدين، بيستهلك كل حاجه، بيستهلك اجزاء من السياره اكبر عشان يعوض السرعه دي. الاطارات، نتيجه السرعه الزائده عن السرعه الزائده المحدده، الاطار ده بيسخن بيحصل نتيجه احتكاكه بالارض، فممكن يبقى عرضه للانفجار. برضه نتيجه السرعه بيحدث التكتلات واختناقات مروريه في الطرق الرئيسيه. ليه؟ عشان ما فيش انسيابيه وتدفق المرور مش ماشي بصوره منتظمه. لو احنا العربيات دي كلها ماشيه بسرعه معتدله او السرعه العاديه، هنلاقي الاختناقات دي والزحمات دي مش موجوده. ليه؟ الزحمه دي هتبقى كلها متوزعه على جميع المحاور، سواء طرق داخليه، طرق فرعيه، في مداخل، في مخارج، طرق ثانويه. انما نتيجه السرعه الزائده، كل المركبات دي بتجري بسرعه، في الاخر كلها بتنصب في الطريق الرئيسي، يحصل التكدسات والاختناقات المروريه دي. وقلنا برضه نتيجه السرعه الزائده الموتور بيستهلك وقود اكتر، بالتالي بيطلع عادم ودخان اكتر، بيلوث البيئه. برضه السرعه الزائده بستخدم كلاكس العربيه بسرعه اكبر عشان اوسع اللي قدامي، يوسع لي طريقي، بعمل على تلوث السمعي للبيئه. برضه السرعه الزائده بتخليني اخالف القوانين بتاع المنظمه للمرور، ان انا ما بسيبش المسافه اللازمه او القانونيه بيني وبين العربيه اللي قدام مني، ما بخالف خط السير. لو انا ماشي بسرعه زائده والاشاره حمراء وقفت عليها مره واحده، مش هعرف اقف ما سرعتش، هضطر اكسرها، يبقى انا خالفت وعملت وعرضت طريق الخطر. السرعه الزائده برضو بتديني خسائر في المرافق العامه، لما انا اصطدم بالجزيره في الوسط، او السور اللي في الوسط او السور الجانبي، او انا اصطدمت بعمود اناره، بعمود اشاره مرور، بكشك كهرباء، كل دي مرافق عامه يحصل تلفات فيها، وبعطل المرافق الحيويه نتيجه الزحمه دي. الناس بتاخر عن ان توصل لشغلها، وقبل ما نفك الزحمه دي وبتاع، الناس هتروح شغلها متاخر، بالتالي المصالح اتعطلت. كل دي اضرار من السرعه الزائده. طيب ايه اللي برضه السرعه الزائده بتديني احتمال لوقوع حوادث بسرعه اكبر، يعني الحوادث بتبقى اكتر في السرعه نتيجه السرعه الزائده. ليه؟ بيبقى الوقت ده عندي عشان اخد قرار مناسب، انا ماشي طلع لي عارض فجاه في الطريق، ما عنديش وقت اخد القرار المناسب، اقف امشي اروح يمين، مش عنديش وقت.
برضه لو ماشي بسرعه عاليه، ولو جنبي اللي ماشي اللي جنبي بالعربيه وعنده اخطاء ايا كان بقى، كان ماشي تحت تاثير مخدر، بيتكلم في التليفون، مش هعرف اتفاداه. ما انا بجري بسرعه عاليه، مش هعرف اتفاداه. مش هعرف اسيب مسافه بيني وبين العربيه قدامي القانونيه. ما بعرفش احافظ على اتزان السياره. العربيه كل ما سرعتها تعلى، كل ما احتكاك بالارض يخف. فكل ده احتمال كبير لوقوع الحوادث نتيجه السرعه الزائده. طب ايه اللي ممكن اعمله عشان اخف من السرعه الزائده، او ما اخليش الناس تجري بسرعه جنونيه على قد ما اقدر؟ ايه اللي ممكن اعمله، خاصه ان القياده الجنونيه دي اصبحت تمثل هوس في مجتمعاتنا، وانتشر بصوره فادحه بين جميع الفئات السنيه والعمريه. يعني كان زمان بين الشباب الصغير، دلوقتي لا، ممكن ناس كبيره 60 سنه هتلاقي راجل كبير وبيجري بعربيته. وانتشر بين الجنسين، السيدات والرجال. طيب، ازاي نحد من الحوادث؟ اقرا. على قد ما نقرا كتير ونتابع مخاطر الحوادث المروريه. اتابع في الصحف، اقرا في الصحف، اتابع في الوسائل الالكترونيه، ال- النت، المواقع الالكترونيه، اعرف ايه هي الحوادث، ازاي بتحصل، تحليلها ايه، الغلط ازاي، الاثار الناتجه عنها ازاي، الاصابات. وتخيل كده، ممكن انا ابقى في نفس المكان ده، برضه ما اسوقش وانا تحت ضغط نفسي او في حاله نفسيه مش مظبوطه. عشان اللي بيبقى تحت ضغط نفسي ده ما بيعرفش ياخد قرار مظبوط. شحال بقى في السواقه، لا سايق عربيته هيعمل ايه؟ فانت لو انت تحت ضغط نفسي، بلاش تقود سياره المركبه بتاعتك. ما تسوقش وانا تحت تاثير مخدر او مسكر. عشان بيسوق تحت تاثير مخدرات ده بيبقى في غياب تام، او في وعي مش في وعيه، في فاقد الاتزان، فاقد الوعي. ما يعرفش يفكر، ما يعرفش ياخد قرار. بيشوف حاجات مش مظبوطه قدام منه، ما يعرفش يقدر المسافه بينه وبين اللي قدام منه. اعصابه اعصابه بتبقى مش قادر يمسك عجله القياده، او يدوس على الدواسات البنزين. برضه ما اسوقش وانا بتكلم في تليفون محمول، او اكلم اللي جنبي. انا برضه كل ده بيخليني خارج القياده، او مش مركز في القياده. لما اجي اروح اي رحله، وخاصه مكان العمل بتاعي، انزل بدري شويه، عشان ماشي ماشي متوتر وعايز الحق الشغل، هضطر اجري. الاباء والنشأة الاسريه واولياء الامور في البيت عليهم دور كبير في التوجيه ومتابعه الابناء. نوجه اولادنا، نقول لهم يمشوا ازاي بالراحه، ويراعوا حرمه الطريق، وازاي السلامه المروريه، وما يجريش في الطريق، ويتاكد معاه رخصه، واتابع خروجه وعودته، واتابع طريقه القياده بتاعته ايه، هل متهور محتاج الى دروس تعليميه اخرى ولا كويس. في المدرسه برضو عليها دور كبير في التثقيف المروري، شرح مناهج المرور ضمن المواد بتاعتها. الجامعات نعمل محاضرات ولقاءات مع المسؤولين، نعمل مؤتمرات لقيادة السيارات، وندوات إرشادية ومرورية، نوريهم في فيديوهات الحوادث المرورية وتحليلها وإصاباتها وإيه النتائج أثارها. استخدم تقنيات حديثه، رادارات وكاميرات، وانبه الناس ان الشوارع فيها كاميرات ورادارات، واللي يتصور يبقى ابعت له، اقول له انت لو خالفت يوم كذا بساعه كذا في حته فلانيه، وعليك مخالفه كذا. نطبق قوانين ونغلظ العقوبات. اللي مثلا ماشي بعربيته بسرعه زائده، هتسحب رخصه منه، هيتخصم منه نقاط مروريه، هيدفع غرامه ماليه كبيره. في حاله تكرار ممكن العربيه تاخد وقف، يسحب العربيه منه. ممكن تصل العقوبه للسجن اذا تكرر المخالفه تاني. آه، تطبيق المخالفات على جميع المخالفين دون اي مجاملات. بص هذا كان اهو. بيقول لك السرعه بتخليك في مكان بعيد خالص، او بتبعدك عن اكتر الناس اللي قريبين منك طبعا. السرعه دي السرعه الجنونيه او السرعه الزائده عرضه لارتكاب حوادث مروريه، وعرضه لاصابتك، وعرضه للوفاه. بالتالي تخيل كده، تخيل منظر اسرتك او ولادك، وانت يعني في ناس يقول لك وانت ماشي بالعربيات، حط صوره افراد العائله قدام منك على التابلو. ليه؟ كل ما تشوف الصوره هتخاف تجري، هتفتكر ان في ناس ورا منك مسؤولين منك، ناس مستنيينك. فبالتالي مش هتجري بالعربيه او تزود السرعه. بالتالي تحقق كده المروريه ايه، اللازمه.
تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نشوف فيديو مع بعض كده يأكد الكلام كله اللي احنا قلناه مع بعض. هنشوف مع بعض كده أضرار السرعة الزائدة، ونفس الكلام قلناه مع بعض، بس إيه بنوثق يعني الكلام بتاعنا. أهو هنا دي ما أروحش الشغل بتاعي أو أي رحلة والوقت ضيق عشان ما تقضيش في الشارع. لو عدم السيطرة على العربية، ومش عارف أتحكم في العربية لو حصل أي عارض. السرعة الزائدة خلي انفجار الإطار. شدة السرعة زيادة هتدي يخلي الصدام بسرعة، أو الصدام بسرعة أكبر، والخسارة والتلفات بصورة أكبر. كده احنا وصلنا مع بعض نهاية موضوعنا اليوم. انتظرونا في موضوع جديد إن شاء الله من برنامج القيادة الآمنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.